هذه قرية بلميس، وهي قرية كردية في ريف جسر الشغور الشرقي. عدد سكانها حوالي 2000 شخص، أغلبهم كرد، لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف، بل يتكلمون العربية. يعمل سكانها بالزراعة وتربية الحيوانات، ويهتمون بزراعة الزيتون والليمون على ضفاف نهر العاصي. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء منطقة جسر الشغور، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم ويتعلم أهلنا في جسر الشغور لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية بلميس.